السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المتابعين. وياكم عباس الحلاق المطوري من قناة تعليم الحلاقة المبتدئين. شباب، اليوم عندنا الحلقة فقط تعليم الصبغ، شلون تصبغ اللحية. فهسه إذا تنتبهون اللحية من هنا زلف ضعيف، فراح أصبغ له هاي الجهة كلها. شباب، الصبغ راح يصير فقط بهاي الفرشتين، هاي الفرشة وهاي الفرشة. وطبعا شي واحد أريد أقوله، جل الحلاقة اللي تستخدمها حلاقة اللحية فراح نخليه هنا حتى ميل، يعني شوي يصير صبغ على الجلد راح يضيع بهذا الجل، لأن هذا الجل يمنع الصبغ. شباب، هسه من خلينا هذا الجل فراح شوي يعني نميله عن الشعر. شباب، وهذا الصبغ طبعا الصبغ صبغت انا صبغ ابو 1000 دينار اللي متوفر يعني على مود. تعرفون نوعيته، خاف تقولون شنو نوعية هذا الصبغ. قبل لا تصبغون اللحية تخلونه ربع ساعة، تخبطونه تخلونه ربع ساعة ما تصبغون. الولد يعني لحيته شبه كاملة فراح اصبغها له اكملها. بس شباب شي واحد، يعني راح اصبغ هاي الجهة يغسلها والنوب اصبغ الجهة الثانية. انتبهوا وياي، راح اصبغ هاي الجهة يقوم يغسلها نوب اصبغ الجهة الثانية حتى ما تصير هاي صبغها اطوخ من هاي ذيك الجهة الثانية. الزم بيدك سيف. انتبهوا يا شباب شلون راح اصبغ. راح ابدا من هنا شوية شوية يعني على كيفك. طبعا لا تخلونه هواي هنا على اللحية، شوية شوية. طبعا هاي لازم تقلب الشفر، يعني شغلة بسيطة ما اريد له شي. او طريقتين، تسحبها سحب او هيك يعني تعصرها عصر. 5 تصوير واضح. هي مثل نص ساعة تصوير واضح وطالع بالسيدي. شباب هاي تقلبون الشفرة هيك. اذا حمزة شوف تصوير شوي شوي يعني على كيف. ها تمت العملية بنجاح. المهم طبعا راح يبقى صبغ يعني موجود بالجلد، فراح نعالجه بالموس. نطلع له شوية بوزة، يستاهل. شباب هذا الموس وراح نعالجه بيه. نرجع للصبغ شباب، نكمل الجهة اللي هنا. فنص الوجه راح ناخذ اللي هنا، دور شوي راسك هيك لهاي الجهة. نص الحنج راح نصبغ، هو يقوم يغسله ونصبغ له الجهة الثانية. طبعا هذا الشباب ما اريد افتح صفحته 24 ساعة كاظ الباب للحلة. صح ولا سيف؟
طبعا الشباب جاي يشتغل بدون كهرباء لأن الكهرباء قبل شوي انطفت. شباب هنطوخها طبعا هنكملها. هاي. وقت الثلاجة. شباب اذا تلاحظون هسه هاي الجهة شوي راسك هيك، فراح يغسلها ويكمل الجهة الثانية. أحبة الأعزاء هسه هذا يعني بس خلصت الصبغ رأسة دزيتها يغسلها. شوفوا هاي اللحية يعني ما هي واضحة بعد الكاميرا، يعني شوفها يقول يعني طبيعية ما هي نشاز. المهم راح أكمل الجهة الثانية بس بطريقة تختلف، تابعوني. شباب الطريقة الثانية فهي بسيطة، فنبدأ نطوخ الأساس مالت اللحية. شباب وهذا الصبغ اللي يطيح يعني لازم رأسة نسوي بالموس لين ساعة يطبع. باص. هنا شوي نطلع بوزة يعني هيك بالصبغ. شباب احنا لما نسوي الأساس يعني يبقى بسيط هذا يعني. نرجع عليه بالموس شوي شوي يعني ما نحاول ننزله، حد واحد ويا اللحية. طبعا شباب هذا الصبغة اللي جاد تشوفونه هنا طبعا هذا كله يروح حسب الغسيل، بس راح اراويكم المقطع من راح يغسله.
شباب من كملنا اللحية، الأخ هم خليته يغسلها، وهسه راح نبدي نغسل نصبغ السكسوكة. طبعا أنا هواي على اعذروني لأن الحكي شوية عندي سريع. شباب السكسوكة نفس الشي، السكسوكة ايش ما تخليها سوداء بعد أحسن أضبط، لا تسوي شي. هم شباب هم نستخدم وياها تنقيط يعني. حليب ماعون. هاي شباب هاي نطوخها كلش لازم. وارجع بقول لكم ترى اعذروني لان الكهرباء مطفية وجاي اشتغل على الشمس يعني على ضوء الشمس. لان شوية تصوير يعني مو واضح. طبعا شوي من العناصر نحاول نعدلها وعلى كيف يعني شوي شوي مو بعجل، لان اذا بعجل راح تتدمر وبعد ما راح يسيطر عليه، بس شيل قطب الجلد بعد ما راح يسيطر عليه. هاي شباب صبغ السكسوكة هيك يعني على هاي الطريقة، وان شاء الله استفاديتوا من هذا المقطع. وهسه راح اخليه يغسلها ونشوف النتيجة الأخيرة. السلام عليكم شباب، رجعنا لكم بعد ما أكمل الصبغ. شباب هاي النتيجة النهائية، هاي السكسوكة مالته يعني شوفوها صبغ ويش يعني ما خليه تبين. وهاي البوزة اللي صبغناها طبعا هو بالأخص ما عنده بوزة أو تحديد لحية خليجية. شباب هاي حلاقته اللي المقطع اللي قبل علمناك مع التدريج. هاي الحلاقة النهائية وهاي التدريج مالته. هاي الشعر مالته شلون يعني شفرته بالمقص، وان شاء الله راح اسوي حلقة كاملة بس على الشعر شلون ارتبه وشلون اشفره بالمقص. شباب لا تنسون وياكم اخوكم الصغير عباس الحلاق، لا تنسون الدعم بالقناة والاشتراك واللايك، وان شاء الله الحلقات القادمة تكون افضل. اخوكم الصغير واي شيء اي استفسار تحتاجونه انا بالخدمة. مع تحياتي لكم.